مساء الفل على اجمد حراس في مصر وفي الوطن العربي كله. في الفيديو ده هحلل لكم اداء حارس مرمى كان معايا في التمرين. وبالمناسبه اي حارس مرمى عايز يحلل او عايز يعرف اداؤه ايه واقدر اقيمه يبعت له الفيديو بتاعه وهعمل له فيديو زي ده وهقيمه واعرفه اخطائه فين ومميزاته فين. مميزات تحليل الاداء يا جماعه بتعرفك انت وصلت لفين، انت كحارس مرمى بدات فين ووصلت لفين من حيث الجوده والكواليتي والفورمه بتاعتك. مهم جدا لحارس المرمى ان هو يعرف مميزاته ايه واخطائه ايه. واحنا كمدربين مش مطلوب مننا ان احنا نمنع الاخطاء لحارس المرمى، انت كده كده هتغلط والخبرات بتتراكم وبتزيد عندك من خلال الاخطاء اللي انت بتعملها. احنا كمدربين بقى بنحاول على قد ما نقدر نقلل الاخطاء دي، وعشان تكون حارس مميز لازم تعرف اخطائك فين ومميزاتك فين. تعالوا بقى نشوف فلواتير النهارده قدم لنا ايه في التمرين. هنحلل مع بعض كده اداء حارس المرمى من خلال الفيديو. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين التمرينه كانت 1-على-1. طبعا الكرة دي لو جينا نقف عندها هنلاقي فلواتير طلع وعمل وضعية الفراشة، بس في خطأ كده محدش هيشوفه او المشاهد نفسه مش هيشوفه. انا كحارس مرمى ما عملش وضعية الفراشة دي طول ما زميلي واقف هو والفرود قريبين من بعض، او طول ما المدافع بتاعي قريب من الفرود. دايما المدافع اقرب. ما اطلعش انا واعمل الانقاذات بتاعي الا في حاله ان الكوره طولت من اللاعب المهاجم وانا اطلع انقض عليها. بس طول ما المدافع بتاعه قريب بهدى وبتقل على الاخر، لان التقل ده صنعه بالنسبه لحارس المرمى. تعالوا نشوف بقى ونحلل اللقطه دي مع فلواتير. نشوف فلواتير عمل ايه في اللقطه. طبعا لو جينا نرجع حاجات بسيطه كده هنلاقي ان طبعا كانوا داخلين 1-على-1. طبعا هم جوز لعيبه وده تمرين، فاللاعيبه لابسه زي بعض. طبعا فلواتير فاتح وعامل فارد جسمه كويس جدا وقاعد فاتح فتحه رجله كويسه وضعيه الاستعداد. طبعا لو جينا نبص كده هنلاقي جينا نشغل اللعبه كده هنلاقي 1-على-1. اللاعب عدى وفتح لنفسه رؤية ومسافة كويس جدا. يعني هنا اللاعب فتح مسافة ورؤية لنفسه كويسة جدا. طب تعالوا نشوف بقى اللاعب الطبيعي بتاع اي لاعب وهو بيشوط بيحط وشه في الارض. اللاعب لو رفع نظره، لو الكواليتي بتاع اللاعب عالي جدا بيرفع وشه حاجات بسيطه كده، وهو بيشوط الطبيعي ان هو بيبص في الارض ما بيشوفكش انت واقف فين. فهنا في الوتير طلع خطوه واتنين ووقف جميل قوي. اللي عندي هنا في الوتير ماشي 10/10. يعني اللي عندي هنا الراجل متمركز طلع خطوتين اهم زي ما احنا شايفين. لو جينا نبص على رجله كده هنلاقي الراجل في رجل سابقه رجل زي ما انتم شايفين. يعني هياخد وضعيه الثبات، يعني التمركز والثبات. خلاص هو خد الوضعيه اهو. لو جينا نبص بقى على اللاعب ده خلاص خرج بره اللعبه اللي هو زميله. لو جينا نبص بقى على اللاعب الفرود بيشوط اهو. طب تعال نكمل اللعبه كده نشوف فيها ايه. خلاص هنا الراجل فتح وضعيه الفراشه وقدر يقفل بشكل كويس جدا وفتح ايده تخبط بقى في وشه وتخبط في رجله. المهم ان الكوره تطلع سلام وامان. تعامل معاها بشكل كويس جدا. طيب تعال نشوف اللعبه اللي بعد كده. هنا طبعا 1-على-1. طبعا الراجل راوغ ولكن المدافع قدر يتعامل معاها بشكل كويس جدا. وطول ما الحارس المرمى طول ما الكره مع المهاجم بيتحرك في اتجاه اللاعب. هنا طبعا الراجل كره طولت منه وطلع ومسك ونزل ومسك الكره وامن عليها والدنيا تمام. هنا الراجل خطف مره واحده وتابع مع الكوره وقدر طبعا يلمسها. هي كانت طلع بره كده ولكن بيتابع معاه. هنا واقف في وضعيه هنا بقى هدف. هنا الكره دي هدف. طيب احنا هنا لو جينا نرجع للكرة دي تاني هنلاقي اللاعب مع الكرة. اللي عندي هنا الراجل مع الكرة. هما اللاعيبة عامة بتفتح رؤية وتقوم شايطة مرة واحدة. هنا لو جينا نبص ونمشي كده يعني هنا قرب الارض زيادة عن اللزوم وعمل توقع ان هي تتلعب في القريبة. ومش كل اللعيبة بيجيلها مظبوطة. اللعيبة المصرية عامة بيجي يشوط في اليمين تروح في الشمال، بيشوط في الشمال تروح في اليمين. فانت اتقل، لازم تكون حارس صايع تتقل لاخر لحظه. هتلاقي نفسك بتطلع حاجات عجيبه. حارس المرمى لو شاف الكره وهي طالعه هيجيبها لو هي في المقص. لو هدى وعمل التقل بتاعه الثبات الانفعالي بتاعه كان كويس جدا وكان مركز جدا هيطلع حاجات هو هيستغرب من نفسه انا طلعتها ازاي. تمام. دي طبعا استعجل عليها والراجل لعبها في البعيده وقدرت الكره تهز الشباك زي ما انتم شايفين كده. هنشوف اللعبه اللي بعدها. طبعا اللعبه كلها 1-على-1. التمرين كله 1-على-1. هنا طبعا كنا برضو في اتجاه الكوره. مهم جدا انك كحارس مرمى تتحرك في اتجاه الكوره. هنا طبعا الراجل بيراوغ وقدر يقف ويعمل الثبات الانفعالي. طبعا هنا اللاعب طلعها بره ولكن هو متمركز صح وقدر يعني يبقى في اتجاه الكوره بشكل كويس.
هنا الكرة اللي بعدها على طول طلع. هنا بقى بص يعني هي طلعت بره، بس بلاش معظم الحراس بتخاف من الكرة. اوعى تخاف من الكرة، خليك جريء. يعني هو في الكرة دي عمل وشه كده، فتح وضع الفراشة، بس وشه اصلا مش للكرة، مش شايف الكرة. مش كل اللعيبة هتشوطها في وشك، في لعيبة بتعملها تشيب، لعيبة بتغمزها من جنبك، فانت لازم يبقى عينك على الكرة. لو خفت من الكرة انت كده بتضيع من مجهودك 80 90% من فرصتك انك تصد الكرة، تمام؟ لان في لعيبة حريفة جدا، وفي لعيبة عندها تقل جامد جدا، وفي لعيبة راسية جدا. فطبعا هنا الكرة لو جينا نرجعها كده تاني هنلاقي ان في الوتير يعني طلع نفسه بره اللعبة تماما، من ان هو خلاص فقد الرؤية. يعني هنا اللي عندي هنا، تمام، انا ما بفتحش، عشان نبقى فاهمين برضو عندنا خلفية عن الحتة دي، ما بفتحش وضعية الفراشة او وضع النجمة ده الا في حالة ان اللاعب بينه وبينه نص سنت، نص متر بالظبط. يعني ما بفتحش وضعية الفراشة او وضع النجمة الا في حالة ان بينه وبين المنافس او المهاجم نص متر. في الحالة دي بقدر افرش وافتح رجلي، الكرة بقى تخبط في وشي، تخبط في رجلي، تخبط في بطني، المهم ان الكرة في جسمي قافل، تمام؟ لان مش كل الحراس اجسامها زي بعضها، فانا بفضل واقف لاخر لحظة. في حراس، في لعيبة، اسف، في لعيبة بتزق الكرة وعايزة تلم وعايزة تروح وعايزة تيجي، فانت خليك راسي وتقيل لاخر لحظة في الايه، في اللعبة. طبعا هنا الكرة اتلعبت وطلعت بره، ولكن لو في الجون هتدخل جون. طيب نشوف اللعبة اللي بعدها. طبعا هنا الراجل بيراوغ، وهنا الراجل واقف. مهم جدا حارس المرمى تواصل، ويكون عنده لينك بينه وبين اللعيبة. طبعا هنا الكرة طولت وعايز يطلع يأمن عليها، مستوى كويس جدا وطوله كويس جدا. طيب ايه اللي ممكن يعود عليا انا كحارس مرمى من التمرين ده؟ طبعا مهم جدا التمرين ده لحراس المرمى ان هم يشتغلوا على الطبيعة مهما كان مدرب الحراس بيشتغل. تعال نرجع بقى للكرة دي واحنا بنتكلم، اتلعبت على السريع كده. طبعا هنا اللاعب بيراوغ، خلاص دخل، هو هنا واخد وضعية الاستعداد وعايز يفتح رؤية لنفسه، تمام؟ هنا اللاعب قدر يفتح برضو رؤية لنفسه عشان يشوط، وحطها على شماله. هنا في الوتير لو جينا نبص هنلاقيه عايز يبقى قريب من الارض قوي. ففي الحاجات دي في لعيبه بتلعب هنا. بص لو جينا نكمل اللعبه كده هنلاقي هو نزل على الارض هنا. معظم اللعبه بتاعته او التكنيك بتاعه ان هو بيتوقع، لان اكتشفته ان هو بيتوقع. معظم الالعاب بتاعته ان هو بيتوقعها، ولكن هنا الكرة اتلعبت، لو جينا عدت على فكرة هي ما طلعتش بره، هي خبطت في العارضة ودخلت الملعب تاني. بس هو هنا ليه نزل على الارض بالشكل ده او بالوضعية دي؟ لان هو متخيل اي كرة هتيجي هتتلعب في مستوى جسمه او هتتلعب ارض، لان طبعا بالنسبة للحراس الطوال بيكون حتة الارض دي هنا بقى انقض. لو جينا نرجع بقى للنقطة دي تاني، دي اللي انا بقول عليه، انت لازم تبقى تقيل. هنا واحد على واحد، الراجل واقف ومركز جدا على الكوره، وفاتح فتحه رجله بنفس مستوى فتحه الكتف، وهنا مركز اهو، مركز ومتابع الكوره، والراجل عمال يعمل كنترول على الكوره. وهنا الراجل بيتحرك في اتجاه الكوره، وكان عايز يفتح فراشه من مسافه بعيده جدا، وما ينفعش يفتح فراشه وفي مدافع معاه وظهره ليه، تمام؟ هو هنا الكوره حس ان الكوره طولت من لاعب او هتطول من لاعب، عمل الانقضاض بتاعه وقدر يمسكها بالشكل الرائع ده زي ما انتم شايفينه. وده اللي انا بقول عليه، اتقل اخر لحظه لحد ما تشوف الكره هتطول من رجل اللاعب ولا لا، الكره اللاعب هياخدها ويوصل لك بيها ولا لا. هنا برضو مسافه قريبه جدا، وقدر اللاعب يحطها من تحت رجله وتدخل هدف زي ما انتم شايفين. ايه اللي خلاها تدخل هدف؟ لو جينا نبص، لو جينا نكمل اللعبه، بص اللاعب هو حط الكره، نزل متاخر شويه، الكرة عدت من تحت رجله. مش كل لعبة لازم اعمل وضعيات الفراشة. هنا المفروض يعني المفروض الكرة بيكون اسرع من كده، لان الكرة سريعة، بس هو لازم يبقى اسرع من كده وقريب من الارض. طول ما بينك وبين اللاعب المنافس او المهاجم مسافة قليلة، قرب للارض، لان هو مش انت هتحتاج وكرة مع اللاعب وانت قريب منه بتحتاج لقوة انفجارية لدفع في الارض، مش بتحتاج تعمل تراي جامد. فالتراي او الحركه ان انت خطوات ان انت بتاخدها بتبقى قليله، انت محتاج تعمل تراي. فالتراي ده عشان تعمله لازم تبقى قريب من الارض عشان تعمل القوه الانفجاريه بتاعتك، فمش هتحتاج تجري على رجلك كتير، خاصه ان مسافه قريبه زي كده. فانت تقرب للارض اكتر من كده عشان المسافه طبعا هو طويل، فبتحتاج تقرب من الارض. تكنيكات وحاجات بسيطه جدا بس بتفرق مع حارس المرمى. حارس المرمى لو قدر يعملها هتفرق معاك جدا. طبعا الكرة هدف، دخلت هدف،
طبعا هو عمل شغل كويس طول التمرين، فلازم يطلع حاجات كده. تعالوا بقى نتابع اللعبه دي من بدايتها كده. تعالى بص، ده مدافع اللي هو داخل يرقص، ده المفروض مدافع. بس بص على الخطوات بتاعه فلوتير. بص هو بيتحرك في اتجاه الكوره بشكل كويس جدا، وواقف بعد الكوره بعدت عنه، فهو واقف باخد نفسه، وهنا تاني مركز، واقف وقفه استعداد ان هو ممكن يشوط في اي لحظه. وانا واقف وراه على فكره، انا اللي بصور، فانا عمال اقول له ركز، واقف وقفه استعداد. هنا وقف كان عايز يعمل فضلات الفراشه، تلاقي نفسه الكره قربت، فخلاص وقف وعمل الثبات الانفعالي، ما بصش الناحيه التانيه او بص وراه. فبالشكل ده قدر يعني يتعامل معاها بشكل كويس جدا. هايل حسن، ما تعملش كده تاني. طبعا هنا نرجع للكره دي بقى. شوف طبعا المدافع قدر يستخلصها. وانت كحارس مرمى بقى، سواء داخل عليك 2 او داخل عليك لاعب واحد، فانت بتبقى مركز على الكره. في حراس بتتوقع، والتوقع بتاعها بيجي هايل جدا وكويس جدا. بس انا امتى كحارس مرمى اتوقع؟ اما اوصل لمرحله ان انا ابقى شوبير، ابقى الشناوي، ابقى عصام الحضري، خلاص بقرا اللعبه. هيجي عليا مرحله ان انا بقرا اللعبه قبل ما تتلعب، ببقى عارف ان اللاعب ده هحطها هنا، ببقى عارف ان اللاعب ده هيبقى صح دلوقتي. وبعدين بيبقى عندك انت لو مركز في المباراه، سبحان الله كده بيجي لك احساس وشعور غير طبيعي. يعني انت بتبقى عارف اللاعب ده هيشوط امتى ويباص امتى، عارف الكوره ده هتجي لك امتى وهتطلع ازاي. فانت لو عايش جو المباراه ومركز جدا، هتقدر تتعامل مع اي كوره. فانت لو حارس جامد او حارس لسه مبتدئ، ابعت لي الفيديو بتاعك وانا هحلل لك الفيديو بتاعك بالظبط، واقول لك امكانياتك ايه وتقدر توصل لفين، وامكانياتك ممكن توصلك لفين. يعني ممكن تعرف اخطائك من خلالي، تعرف مميزاتك من خلالي. ممكن الفيديو حد يشوفه يعجب بيك وياخدك في نادي. يعني احنا بنسعى، واحنا يعني عايزين نكون سبب بس ان حد ربنا يكرمه ان شاء الله. وانت كحارس مرمى لازم تسعى ولازم تتمرن، لان لو ما اتمرنتش مش هيكون عندك عمر تدريبي. انا كمدرب او كنادي هسألك انت كنت بتتمرن فين، او انت كنت بتتمرن ولا لا. حاجات كده لازم تعملها. ماليش واحد جاي من البيت عايز يبقى حارس مرمى يلعب في الاهلي، لا، انت تبقى حارس مرمى وتلعب في الاهلي، بس لازم تتمرن، لازم توصل لفورمه معينه عشان تلعب في المكانه دي. وانت طول ما انت عندك نفس اوعى تيأس، وربنا يكرمك ان شاء الله. تهد وشد حيلك، وربنا ما بضيعش تعب حد. وما تنساش طبعا تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. الى اللقاء.